ما هي قصة فواز التعكري الحقيقية؟ انتشر الفواز فيديو صوره حمود المصباحي وهو يقول لفواز مالك ضابح. اعتقد اغلب الناس قد شافه، ومن بعدها الناس تداولوا الفيديو وطلع ترند. وهات لك يا تأليف وكذب على فواز. ناس تقول كان يحب اللي يحبها تزوجت لأمريكا، وناس تقول فيه مرض نفسي وعليه زيارة طبيب، وناس تقول فيه عيون وسحار، وناس تقول انه متفق مع حمود عشان يجمعوا لهم قرشين. يا اخي لا فواز ولا حمود بحاجتك، والفيديو كان عفوي واسمعوا ما قال حمود. شوف يا صاحبي، صلي على النبي ويشهد الله من سابع سماء هذا ان انا صورت الفيديو والله ما قصدي حاجه، بشكل عفوي قدك داري لما التقينا وانت التقينا وفلان واضح اليوم مالك يا فوز ضابح، مالك يا فوز، يعني حصل ما حصل تمام، ونشرته قصدي والله ستوري ومر جايزه من جايزه الستوريات، قرح ترند. واللي ألفوا قصص كاذبة عن فواز هؤلاء اللي أنا أسميهم مستغلين الترندات، يتعلقوا في أي ترند ويحولوه إلى أكاذيب من أجل ما ينتهي سريع ويظل التفاعل فيه مستمر، ويستعطفوا الناس ومشاعر الناس. قبحكم الله يا كلاب الشهرة ويا بايعين المبدأ والضمير والصدق. أما بالنسبة للقصة الحقيقية لفواز فهو كان فعلا ضايق، واتصل لحمود يخرجوا يتمشوا ويغيروا جو، وحمود صوره بعفوية وانتشر الأمر.